ما هي الأوراق المطلوبة عشان حضرتك تقدم في شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة المطروحة في 14 مدينة بتقسيط على 30 سنة؟ وخلي بالك قوي، ولازم يا جماعة كل اللي محتاج شقة يتابعنا الفترة دي عشان خاطره هو، لأن أسعار الشقق بره حصل فيها جنون كبير جدا. الشقة اللي كانت ب100,000 دلوقتي عايزين يبيعوها ب700,000 أرقام خزعبلية. صدقوني في شقق كانت ب200 و300 ألف جنيه بقت عايزين فيها 700 و800 ألف جنيه، وفي ناس بتتكلم في مليون. صدقوني يا جماعة أسعار الشقق زادت جدا جدا. فأنا عايز كل الناس اللي هي عايزة فعلا شقق من الدولة ومش قادرة إنها تشتري شقق، الشقق في الأماكن العشوائية والشوارع الضيقة والحاجات الغير صحية خالص بقت ب 400 و 500 ألف جنيه. حضرتك أنا والله العظيم أنا مش هستفاد حاجة، ولا حضرتك أنا مستفاد منك حاجة. أنا نفسي كل اللي هو عايز ياخد شقة، أنا بحب الخير للناس وإن شاء الله وفعلا صادق في كلامي ومش عايز منك أي حاجة. فنتمنى يا رب دايما كل اللي عايز شقة ياخد شقة. اعرف ايه هي الاوراق المطلوبه ودي تبتدي تجهزها ان شاء الله من شهر 10 القادم. اول حاجه لازم تقدم بالنسبه لاصحاب المعاشات، لازم تجيب برنت تامينات. لو انت حضرتك بتاخدي معاش بقى، مطلقه، ارمله، حاجه، حتى لو انت فوق بقى ال60 سنه تاخد معاشك عادي، انت لازم تجيب برنت تامينات. لكن هنا برنت التامينات بالنسبه للعمل مش ضروري، صوره من الشهادات الخاصه بالحاله الاجتماعيه وعدد افراد الاسره ووثيقه الطلاق، ولازم قيد عائلي مميكن للاسره الكامله، زوج وزوجه، او مطلقه ومعاها اطفال، او ارمله ومعاها اطفال، دول يطلعوا قيد عائلي مميكن. اي حد ما عنده هذا الموضوع يطلع قيد عائلي. وزي ما قلت لكم انتوا الحاجات دي تبتدوا تجهزوها ان شاء الله من شهر 10، عشان عبال ما تجهزوها تقعد لكم 15 يوم وحضرتك ان انت تبقى جاهز، لان حد اقصى يا جماعه الموضوع ده هيتم قبل نهايه هذه السنه. شهادات الميلاد الخاصه بالاطفال ان وجد، والرقم القومي المميكن. ايصال كهرباء او غاز او مياه حديث، وهنا حديث معناه ان هو ما عداش عليه 3 شهور، عشان كده ده نخليه اخر حاجه خالص لما الاعلان ينزل. وبرده القيد العالي لازم ما يبقاش عدى عليه 3 شهور. اي ورق من الورق المطلوب ده ما ينفعش يكون عدى عليه 3 شهور. تقديم مستندات الدخل الخاص بالشخص، وان كانت الزوجه عامله فيجب ايه برضو تقدم مفردات مرتب الزوجه، وان كانت لا تعمل تكتب كده اقرار بعدم عمل ايه الزوجه. فمهم جدا ان انت الدخل ده طبعا مفردات المرتب للناس اللي تعرف تجيب مفردات مرتب، او شهاده دخل بالنسبه للناس اللي ما تعرفش تجيب مفردات مرتب. اي دخل اضافي حابب تضيفه، وده ان احتجت ليه. شوفوا الكلمه دي، حط تحتيها 500. محدش يروح يبقى عنده شهادات في البنك يقول لك انت محتاج تزود القسط وتقلل المقدم وعايز تزود الدخل بتاعك فيما هو يعني محدود في حدود الدخل المتفق عليه، حضرتك ان انت تقدر ايه ان انت تعمل الموضوع ده. مش انا شايف ان ملوش اي داعي، حضرتك كفايه قوي مفردات المرتب. هو مش هيروح يسال عليك في البنوك يعرف ان كان عندك شهادات ولا لا، مش هيروح. ده حضرتك حاجه خاصه جدا وحسابات البنوك مؤمنه وسريه. فنتمنى طبعا زي ما قلت لكم كل الناس المهتميه بالشقق الاسكان الاجتماعي هذه الفتره تبتدي تجهز ورقها من شهر 10 تقريبا، عشان خاطر حضرتك تبتدي ان انت تلحق تحجز في هذه الوحدات. وزي ما قلت لك اهم حاجه ان انت تكون معاك ال 25,000 جنيه، عشان ده هيبقى مقدم الحجز. وان شاء الله يا جماعه زي ما انا وعدتكم وزي ما كنا مع بعض في الاعلانات اللي فاتت، اكون معاكم في الاعلان ده خطوه بخطوه، من اول تقديم الاوراق، ومن اول رفع الاوراق على الموقع، ومن اول تجهيز الورق، ومن اول كل شيء. واللي حابب يتواصل معانا عشان نعمل له الخدمه دي ممكن نسيب رقم واتس للي حابب نقدم له الخدمه دي، هنكتبه وهنحاول نوفر له الخدمه دي. يا رب الخير للجميع، ويا رب دايما تكونوا كل خير. بس نتمنى زي ما قلت لكم كده تابعونا على قناتنا الخاصه بالاسكان، وتابعونا الفتره اللي جايه دي ان شاء الله خير يا جماعه ان شاء الله. ويا رب فعلا اللي محتاج شقه ياخد شقه. الى اللقاء.